المفروض لما شخص بيسيبنا احنا بنفضل نسأل نفسنا: هل الشخص ده عايش من غيرنا؟ هل الشخص ده مرتاح من غيرنا؟ هل الشخص ده قادر ياكل ويشرب ويتعامل في حياته من غيرنا؟ بس خليني اقول لك حاجة مهمة جدا، ودي بيني وبينك: اللي بيمشي من علاقة او اللي بيخرج من حياة حد صدقني ما بيرتاحش بسهولة ولا بينسى بسهولة، لأن في حاجات كتير جدا جواه عمره ما هيقدر إن يقولك عليها. أول حاجة، الشخص ده بيعذب نفسه طول الوقت بإعادة تدوير الذكريات اللي كانت بينك وبين الشخص ده. الشخص ده لما بيخرج من حياتك عقله بيفضل يعيد المشاهد اللي كانت بينك وبينه، المشاهد اللي كنتوا بتعيشوها مع بعض. كنتوا بتخرجوا مع بعض في كافيه، بتخرجوا مع بعض في مكان معين، بتضحكوا مع بعض، بتتخانقوا مع بعض، الطريقة اللي كنتوا بتصالحوا بعض بيها، الهدايا اللي كان بيجيبها لك، المناسبات اللي كان بيقف معاك فيها. حتى لو انتوا الاتنين بعدتوا عن بعض هيفضل يفكر فيك طول الوقت، ما هيقدرش يشيلك من باله أبدا، ما هيقدرش ينساك بسهولة، لأن دي حاجة مش بإيده ومش بإيدك. زي بالظبط هو خرج من حياتك دلوقتي، ايه اللي حصل؟ بكل بساطة انت قاعد تفكر فيه وشاغل بالك بيه ومش قادر تخرجه من بالك. هو ده بالظبط اللي بيحصل معاه حتى لو في حد تاني في حياته غيرك. رقم 2، الشخص ده بيحارب نفسه علشان خاطر ما يتواصلش معاك. ركز معايا في كل نقطة أنا بقولك عليها، هتوصل لمرحلة أمان عالية جدا وهتقاجب على أسئلة جواك كتير جدا جدا. لازم تعرف إن الشخص اللي قرر إن يخرج من حياتك وقرر إن يقفل الكتاب اللي بينك وبينه وقرر إن يعيش حياته من غيرك، من الطبيعي جدا إنك بتبدأ تحس بألم كبير جدا، وبتلاقي نفسك فاتح التليفون بتاعك وعمال تدور على اسم الشخص ده أو فاتح المحادثة اللي كانت بينك وبين الشخص ده، وتلاقي نفسك بتكتب للشخص ده رسائل كتير جدا زي مثلا: وحشتني، بحبك، بموت فيك، انت فين، نفسي انك ترجع. وتلاقي نفسك ما بتبعتش الرسائل دي وبتبدأ تحذف الرسائل دي. ما انت شخص خايف على كرامتك وخايف على قيمتك. لازم تعرف في الوقت ده ان الشخص ده منساكش ولا حاجة، ولكن الشخص ده نفسيا بيحاول على قد ما يقدر ان يقاوم رغبته في الرجوع ليك. واللي انا بقولك عليه ده بيكون عبارة عن نقطة صعبة جدا، نقطة فيها فيصل كبير جدا، لان بيحصل في الوقت ده حالة من الصراع، ان الشخص ده نفسيا انت بتشوفه عايش حياته ولكن هو مش عايش حياته ولا حاجة. وأي حالة تواصل منك أو أي حالة إهمال منك لنفسك هتبين للطرف التاني إنك بتتعذب أكتر، وهتبين للطرف التاني إنك مش قادر تعيش حياتك من غيره، فبالتالي هيكابر أكتر، وبالتالي هيحس إنه انتصر عليك أكتر وأكتر. وده أسلوب مرفوض جدا، لأنك المفروض تبدأ تستخدم الأسلوب العكسي في إنك تبين للشخص ده إنك عايش حياتك وإنك مبسوط وما بتفكرش فيه ولا حاجة، وخروج الشخص ده من حياتك مش مؤثر فيك ولا حاجة. ولازم تعرف إن أوقات كتير جدا الشخص ده بيدخل عندك علشان يشوف آخر ظهور ليك إمتى، أنت أونلاين ولا مش أونلاين، أنت أونلاين وفاتح وعمال تتفاعل مع الناس ولا مختفي ومش موجود. مختفي ومش موجود يعني معناها إنك متأثر بغياب الشخص ده، ظاهر وأونلاين طول الوقت وبتتفاعل مع الناس في الكومنتات وبتنزل استوريات كتير جدا، يعني معناها إنك عايش حياتك ومش متأثر بغياب الشخص ده. وكل ما كنت أنت بتتغلب على مشاعرك وكل ما كنت بتتغلب على عواطفك وبتبين للشخص ده إنك عايش حياتك والموضوع مش فارق معاك، كل ما كنت هتبين للشخص ده بشكل أعمق إنه يفكر فيك أكتر ويتأثر بغيابك أنت أكتر. فالشخص ده يبدأ يفكر في المواقف اللي كانت بينك وبينه، يبدأ يفكر في حاجات كتير كنتوا بتعملوها مع بعض، يبدأ يفكر في مواقف كنتوا بتعيشوها مع بعض، فتفكير الشخص ده يزيد فيك أكتر وأكتر. رقم 3، لما الشخص ده بيسمع أي أغنية كانت بينك وبينه، انتوا دايما متعودين مع بعض إن أي أغنية بتشتغل بينك وبين الشخص ده وكنتوا متأثرين بيها بشكل كبير جدا وانتوا الاتنين بتحبوها، وفي أغلب الأوقات اللي كنتوا موجودين فيها مع بعض كنتوا بتشغلوها. أنا هنا مش بتكلم على أغنية معينة ولا بتكلم عن مثلا واحدة ولا اتنين، لا أنا بتكلم مثلا عن أغاني كتير انتوا الاتنين كنتوا بتحبوا تسمعوها مع بعض. مش شرط كمان تسمعوها مع بعض، ممكن هو عارف إنك بتحبها جدا. أول ما يجي يسمع الأغاني دي نفسيا الشخص ده بيفضل يفكر فيك ويتأثر بيك بشكل كبير جدا. ودي نقطة من النقط اللي ممكن انت تلعب عليها من خلال الستوري بتاعتك،
انك تبدأ تنزل الاغاني اللي كنت بتحبها، تنزل الاماكن اللي كنت بتحب تروحها، تنزل الحاجات اللي كنت بتحبها والشخص ده عارف انك بتحبها وبتحب تكون موجود فيها، او بتحب تاكلها، او بتحب تتفرج عليها، او بتحب تشجعها، او كل ده تقدر تشاركه من خلال صفحات السوشيال ميديا عندك، علشان ده بيحفز ان الشخص ده يفضل يفكر فيك، وعقله اللاواعي يبدأ يحضر المشاهد اللي كانت بينك وبين الشخص ده، فنفسيا الشخص ده يبدأ تفكيره فيك يزيد بشكل كبير جدا. رقم 4، بعد ما الشخص ده بيخرج من حياتك، اللي الشخص ده بيبدأ يتعرض ليه أو اللي بيحصل معاه نفسيا هي حالة نفسية إن عقله الباطن بيبدأ يحضر ليه الأحداث اللي كانت بينك وبينه باستمرار بشكل متكرر، وكل ما يبعد عنك أكتر وأكتر كل ما الأحداث دي هتزيد بشكل أكبر وأكبر. في حالة واحدة بس الأحداث دي ممكن ما تزيدش، وممكن هو يقدر يسيطر عليها. لو كان الشخص ده بيعيش معاك بشكل كبير حالة من التجاهل، انت كنت بتتجاهل الشخص ده، انت كنت ما بتهتمش بيه، انت كنت بتتهرب منه، هو كان بيطلب منك بشكل كبير جدا انك تخلي بالك منه، انك تحافظ عليه، كان بيعيط بينهار، ولكن انت كنت بتقسى على الشخص ده وكنت مسيطر على العلاقة بشكل كبير. وهو لما خرج من حياتك خلاص، لما نفر منك وما بقاش حابب يكمل معاك، في اللحظة دي ما تستناش من الشخص ده ان ممكن يرجع او ممكن يطبطب عليك، لانه ما صدق ان يتحرر منك، او ما صدق ان يتحرر من اسلوبك وطريقتك مثلا معاه. لكن لو كان اسلوبك عكس، او كانت الطريقه اللي بينك وبين الشخص ده هي طريقه عكسيه تماما، يعني كنت بتهتم بيه وكنت بتجري وراه وكنت بتدعمه وكنت بتعمل كل حاجه ايجابيه علشان الشخص ده يكون كويس ويكون سعيد ومبسوط، ولكن هو اللي بيمارس معاك الاسلوب العكسي في انه يتجاهل ويهرب منك ويبعد عنك، وحصل حاله من الانفصال بينك وبين الشخص ده، لك ان تتخيل في الوقت ده ان كل ما يبعد اكتر كل ما عقله الباطن هيبدأ يهاجمه باحداث اكتر واكتر كانت بينك وبين الشخص ده. فالاحداث دي بتساعد الشخص ده ان ما يقدرش ينساك بسهولة، ان يتعذب في غيابك، في حالة واحدة بس برضه، ان لما يجي يراقبك يلاقيك عايش حياتك، يلاقيك بتتفاعل مع الناس عندك، يلاقيك مهتم بنفسك، مهتم بستايلك، مهتم بشغلك، بتطور من نفسك، ناجح جدا في حياتك. هنا انت كده بتكسر الشخص ده من غير ما يحس، انت كده بتعلق الشخص ده بيك من غير ما يحس، فيبدأ الشخص ده نفسيا يقول لنفسه مش انا لو كنت سكت وما كنتش بعدت عنه مش كان زمانه بيجري ورايا، مش كان زمانه قاعد معايا، مش كان زمانه دلوقتي ملكي، مش كان زمان كل حاجة هو بيعملها هي بتاعتي دلوقتي. رقم 5 وهي المقارنة التلقائية، ان الشخص ده نفسيا بعد ما بيخرج من حياتك، بعد ما بيخرج من العلاقة نهائي، بيبدأ يعيش في حالة من المقارنة التلقائية بينه وبين الشخص اللي موجود في حياته وما بينك انت كمان. يبدأ يشوف مميزات الشخص اللي موجود في حياته، هل هي نفس مميزاتك؟ هل بيعرف يطبخ زي ما بتعرفي تطبخي؟ هل بتعرف مثلا انها تهتم بيه زي ما كنت بتهتم بيه؟ هل بيعرف يعمل كل حاجة زي ما كان بيعمل كل حاجة معاكي؟ يبدأ يقارن نفسيا كل حاجة الشخص اللي موجود في حياته بيعملها بكل حاجة انت كنت بتعملها معاه، وده بيساعد الشخص ده نفسيا ان يعيش في حالة تفكير مستمرة طول ما هو عايش مع الطرف التاني ده. فما تحاولش انك تقفل على نفسك وتبدأ تحزن وتبدأ تقول ان خلاص الحياة انهارت، ان خلاص حياتي اتدمرت، ان خلاص انا عملت له كل حاجة وحسبي الله ونعم الوكيل، وانا ندمانة وانا تعبان وانا حياتي اتدمرت بلاش انك تستخدم الاسلوب ده، لان نفسيا الاسلوب ده هيساعدك انك تدمر نفسك اكتر، وهيساعد الطرف التاني ان يشوف ان الشخص اللي موجود في حياته كان اختيار صح وكان مبسوط جدا وسعيد جدا ان سابك وبعد عنك. لكن لازم تثبت ليه العكس، بانك تشتغل على نفسك، بانك تطور من نفسك، بانك تسعى بشكل كبير جدا انك تكون حد مختلف عن اللي هو يعرفه. حاول انك تغير من المجتمع بتاعك او تغير من الروتين بتاعك او تغير من ستايلك، ده هيساعد الطرف التاني ان يتعذب اكتر، وهيساعد كمان ان هو يفكر فيك اكتر، وان يزود من فكرة المقارنة بينك وبين الشخص اللي موجود في حياته. اكيد انت طبعا هتكسب وانت ادرى طبعا بالموضوع ده لو انت كنت عايش مع الشخص ده في حالة انت اللي بتهتم، انت اللي بتجري وراه، انت اللي بتعمل كل حاجة علشانه وكنت بتعامل ربنا فيه. رقم 6 تلاقيه دايما بيحاول يبين ان هو قوي وان قادر ينساك وان قادر يتخطاك. الشخص ده ما كانش بيحب يسافر وهو موجود في حياتك، ولكن دلوقتي هو بيسافر. ما كانش بيحب يرقص ويلعب بقى يرقص ويلعب،
ما كانش بيحب يقرأ كتب بقى يقرأ كتب، ما كانش بيحب إنه يخرج بقى بيخرج، ما كانش بيحب يلبس ستايلات معينة بقى يلبس ستايلات معينة، ما كانش بيحب يقعد مع ناس معينة بقى يخرج ويبقى اجتماعي ويقعد مع ناس كتير جدا. وكل ده بيحاول يبينه لك سواء على أرض الواقع أو من خلال صفحات السوشيال ميديا. وانت هنا في الوقت ده اللي بتقدر تحكم. لو التغييرات دي بتحصل بعد ما خرج من حياتك، ده سبب كافي لوحده كده بعيدا عن كل اللي أنا قلت لك عليه يبين إن الشخص ده تعبان من غيرك، وان الشخص ده مش قادر يعيش من غيرك، وانه بيعمل كل الافتكاسات دي علشان يبين ليك ان هو قادر يتخطاك وان هو قادر ينساك. ولكن في الحقيقة هو مش قادر ينساك ولا حاجة، ولكن هو بيعمل كده علشان يهرب من ألم الفراق، علشان يهرب من فكرة بعده عنك ويحاول يتأقلم مع الموضوع. والاسلوب اللي هو بيعمله ده اسمه اسلوب اثبات الأنا، ان بيحاول يثبت لنفسه ان هو عايش حياته، وان هو مش محتاجك، وان هو مبسوط، وان هو سعيد، وان حياته كلها جميلة جدا جدا وانت مش موجود فيها. وده اسلوب غلط تماما، وهو بيحاول يستخدم الاسلوب الدفاعي ده علشان خاطر يثبت لنفسه ان هو خلاص قادر يتخطاك. وكل ده بس علشان يحمي نفسه من فكرة انه يضعف ويرجع لك، ويحاول يترجاك علشان ترجع، او انك تشوفه ضعيف. ولكن مع الوقت لو ركزت معاه هتلاقيه بيعمل كده لفترة معينة، وبعد كده تلاقيه بدأ يرجع يتجاهل نفسه، بدأ يرجع يأهمل كل حاجة، بدأ يرجع يبقى حزين، يغير صفحات السوشيال ميديا او يغير مثلا الحاجات اللي كانت بتبين ان هو ايجابي و تلاقي كل حاجة بيعملها بقت سلبية. ما بقاش يروح النادي، ما بقاش يسافر، منشوراته بقت حزينة، بقى ينزل حاجات معينة فيها نوع من الفلسفة الحزينة، فيها نوع من الفلسفة اللي تبين ان بيكون فيها عمق كبير جدا غامض ومش مفهوم. وده عشان يوصل ليك رسالة انك تتابعه اكتر او تحاول تتواصل معاه. النقطة اللي بعد كده، الشخص ده بعد ما بيخرج من حياتك بفترة معينة بتلاقيه بيحاول على قد ما يقدر ان يتعرف على ناس تانية، يتعرف على ناس يبني معاهم علاقات. فجأة كده تلاقيه مثلا بدأ يعرف واحدة واثنين وثلاثة، او مثلا تلاقيها بدأت تبقى مثلا موجودة مع احمد او موجودة مع محمد وبتحاول تبين انها سعيدة ومبسوطة. انت في الوقت ده نفسيا بتبدأ تحكم وتقول ان الشخص ده سعيد ومبسوط معاه، وان الشخص ده نفسيا هو مش محتاجني في حاجة، وان فعلا هو ما كانش بيحبني ولا حاجة وضحك عليا واذاني. ويبدأ يتولد جواك شعور الانتقام في اللحظة اللي زي دي. ولكن الحقيقة ان الشخص ده بيحاول يتعرف على اي حد علشان يلاقي نظرة عينيك فيه، علشان يلاقي ضحكتك فيه، علشان يلاقي اهتمامك فيه، علشان يلاقي كل حاجة انت كنت بتعملها له فيهم هم. ولكن لما يدخل اي علاقة ويلاقي العلاقة دي مفيش فيها اللي كان بيعيشه معاك، ما بيقدرش يتأقلم معاه وبيبدأ يسيبها وبيبدأ يبعد عنها. ومش كل اللي انا بقولك عليه ده معناه انك تفضل مستني الشخص ده، ومعناه انك تفضل مستني ان هو يرجع او يتواصل معاك او يحاول يتكلم معاك. ده اسلوب غلط تماما، وانت كده بتدمر نفسك. انا طول الحلقة دلوقتي عمال اوديك في اتجاه معين، انك تحاول تشتغل على نفسك، انك تحاول تبين انك سعيد، تحاول تبين انك مش متأثر بغيابه، تحاول تبين انك مبسوط جدا جدا من غير الشخص ده، سواء على ارض الواقع، سواء مع الاصدقاء المشتركين، سواء من خلال صفحات السوشيال ميديا. ده هيبين ديناميكيا كده بشكل كبير انك انت اللي كنت بتضحك عليه، مش هو اللي بيضحك عليه. فبالتالي هيتولد جواه مشاعر كتير جدا، من اهمها ان ازاي يضحك عليا، او انا ليه سبته وبعدت عنه، مش كان زماني معاه دلوقتي، انا استفدت ايه لما بعدت عنه. هو مبسوط وعايش حياته، بالعكس ده اتحرر اكتر، غير من نفسه اكتر، غير من شخصيته اكتر، غير من ستايله اكتر، بقى شكله احسن، بقى شكله اجمل، بقى لبق في الكلام، بقى بينجح في شغله بشكل كبير جدا، بيتفوق في حاجات كتير جدا معينه. كل دي عوامل انت لو قدرت انك تمشي عليها وقدرت انك تبينها هتساعد الطرف التاني حتى لو هو اللي سابك وبعد عنه انه يقرب ويرجع ويفكر اكتر، ويحاول يسأل عليك ناس كتير جدا، ويراقبك على صفحات السوشيال ميديا وتلاقيه باعت لك رسالة وبيحاول يتواصل معاك او يحاول يقرب منك. في كلا الحالات القرار دايما في ايدك، يا تسمع كلامي وتنفذ اللي بقولك عليه علشان خاطر صحتك النفسية، وعلشان خاطر تاخد حقك، وعلشان خاطر توصل لنتيجة إيجابية تساعدك إنك تكون إنسان تاني ناجح وحابب نفسه وبيدعم نفسه طول الوقت، يا إما تكون في القاع ومسجون مستني الشخص ده إن يجي يعطف عليك أو يجي يخرجك. لو وصلت معايا للنقطة زي دي
والرسالة وصلت وحسيت ان الحلقة دي كانت مفيدة ليك بشكل كبير جدا، حاول انك تدعمنا بلايك وبعدين اشتراك، وبعدين تبدأ انك تعمل شير للحلقة دي لأي حد انت شايف ان هو محتاج يسمع الحلقة دي. استناني في الحلقة الجاية، وما تنساش تتفاعل معانا في الكومنتات وقول لي انت حابب الحلقة الجاية تكون عن ايه. سلام.